مساء الخير عليكم. الفيديو النهاردة بعنوان السوبر المصري. طبعا كلنا عارفين انه فاضل ايام خلاص وتقام بطولة السوبر المصري اللي بيشارك فيها 4 فرق، هما النادي الاهلي كبطل الدوري، نادي بيراميدز كبطل الكاس، ونادي سيراميكا كيلوباترا كبطل الرابطة، واخيرا نادي الزمالك صاحب الكارت الذهبي. نسترجع مع بعض بسرعة كده تاريخ البطولة. اول بطولة سوبر مصري اقيمت كانت في سنة 2001 اللي كسب بيها نادي الزمالك على حساب نادي غزل المحلة، ومن 2001 ل 2022 كانت بتتلعب البطولة بنظام بطل الدوري بيقابل بطل الكاس. لكن السيزون اللي فات والسيزون ده بتتلعب البطولة بنظام مختلف زي ما قلت لكم بالظبط، بيشارك فيها 4 فرق: بطل الدوري، بطل الكاس، بطل الرابطة، وصاحب الكارت الذهبي أو ثالث الدوري. لو جينا للفرق اللي توجت كبطلة للسوبر المصري هنلاقيهم بالترتيب: هما النادي الأهلي ب14 بطولة، يليه نادي الزمالك ب4 بطولات، وبعدين بطولة لكل من نادي المقاولين العرب ونادي حرس الحدود ونادي طلائع الجيش. هنيجي لتاريخ مواجهات الفرق اللي هيلعبوا بعض في السوبر الجديد. تاريخ مواجهات النادي الأهلي ونادي الزمالك هنلاقيهم ان هما اتقابلوا 8 مرات، كسب منهم النادي الأهلي 6 مرات ومرتين فوز لنادي الزمالك. ونيجي لمواجهات النادي الاهلي ونادي بيراميدز هنلاقيهم ان هم اتقابلوا مره واحده بس، لما نادي بيراميدز لعب بطوله السوبر كبديل لنادي الزمالك بعد الانسحاب. والنادي الاهلي ونادي سيراميكا كيلوباترا اتقابلوا برضو مره واحده السيزون اللي فات في السيمي فاينل، لما النادي الاهلي فاز على نادي سيراميكا كيلوباترا 1-0، وبعدين اتاهل لنهائي البطوله ولعب نادي مودرن فيوتشر وتوج بالبطوله. هستناكم في الفيديو ده، قولوا لي توقعاتكم مين هو بطل السوبر إن شاء الله.